السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسفة جدا على التأخير اللي فات ده، والله كنت تعبانة وكان في ظروف كتير وحشة، بس الحمد لله كله عدى على خير. النهارده رجعت لكم بوصفة قوية جدا وانطلبت مني. شكرا لكل الناس اللي سألوا عليا في فترة غيابي ان انا منزلتش فيها الفيديوهات. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. النهارده معايا الزبادي، وزي ما انتم شايفين قد ايه متماسك. انا كل ده بقلب الكوباية مش راضي ينزل من كتر ما هو متماسك جدا. النهارده وصفتنا بسيطه جدا، ومن كيلو لبن واحد عملنا الكميه اللي انتوا شايفينها دي من الزبادي. معايا 8 اكواب من الزجاج، وكمان معايا الفخار. تقدري تعملي برضو في اي حاجه انت عايزاها، سواء الاكواب دي اصلا الاكواب بتاعه علبه الزبادي اللي هي بالكهرباء. جهاز الزبادي بيقعد فتره طويله جدا في الكهرباء، ملوش اي لازمه. عمري ما استخدمته وطلع لي الزبادي حلو. بيقعد اكتر من 3 ساعات في الكهرباء وما بيطلعليش الزبادي بالتماسك ده. النهارده من غير ما هنشغل فرن ومن غير ما هنشغل مكنه الزبادي، خدت الاكواب بتاعه علبه الزبادي بس، لكن ما استخدمتش الجهاز. وشايفينه كمان في الفخار مستوي وشكله عامل ازاي. من غير ما نشغل فرن، من غير ما نشغل ميكروويف، من غير ما نعمل اي حاجه خاصه بالكهرباء خالص. النهارده هنعمل الزبادي بتاعنا. جبت كيلو من الحليب، ما يعادل 5 اكواب من المج العادي اللي في ايدي بتاع الشاي ده. هجيب بس من الحله الكبيره اللي كنت بغلي فيها كميه لبن، كان عندي يعني حوالي 2 كيلو، فباخد بقى على قد كده. هاخد 5 اكواب، ما يعادل كيلو بالظبط. الكوبايه دي عامله 220 جرام، حاجه زي كده. فهاخد كده 5 اكواب. لو وزنتيهم في كيس على الميزانة هيطلع معاكي كيلو بالظبط، المج العادي بتاعنا ده. بعد ما جبت ال5 اكواب من اللبن، هاخد الحلة واحطها على النار لحد ما صبعي يستحمل الحرارة، زي دمعة العين او زي رضعة البيبي، مش عايزاها تسخن خالص. معايا كوب من الزبادي وعليه معلقة، يعني كوب ومعلقة من علبة تانية، علشان برضو اوصل للتماسك المظبوط. لان العلبة دي صغيرة جدا، لو هتجيبي علبة من اللي هي الاكبر من دي شوية مفيش مشكلة. يعني هي العلبة دي 300 جرام، انا عايزة 350 جرام. فخدت علبة، فتحت علبة تانية خدت منها معلقة. عايزه اقول لكم بقى ان الاكواب المعياريه دي حلوه قوي، تسلم ايدك يا رب يا داليا اللي جابتها لي. حلوه قوي قوي وسعرها كويس، وكمان نفعتني في حاجات كتير قوي. هي اكليريك، بس اكليريك نضيف. طبعا الانسه لما لازم تفضل قاعده جنبي. انا كده بعد ما جبت الحله بتاعه اللبن ودفيتها خالص، يا دوب دمعه عين او شكل رضعه البيبي صبعي يستحمل ان هو ينزل في اللبن. وحطيت على الزبادي بتاعي 3 معالق من اللبن، وكمان قلبته كده علشان يبقى كريمي معايا. وبعد ما اقلبه خالص ويندمج معايا، هصبه على خليط اللبن اللي معايا. نسيت اقول لكم ان انا على خليط الزبادي ده حطيت معلقه صغيره من بتاعه الشاي فيها سكر. ما تحسيش، مش هتحسي بطعم السكر، لكن هتبقى هي المادة الحافظة بتاعتك زي اللي بتشتريه من بره بالظبط، وطعمه هيكون مظبوط جدا. بس كده. هسيب لكم المقادير بقى في صندوق الوصف، اتكوا على العنوان هيدخلكوا على المقادير بتاعه الزبادي الكيلو من اللبن. جبت كده، طبعا ده بيحصل في احسن العائلات. هشيل بقى المج بتاعي المعياري ده الكبير، وهمسح الرخامه، وهجيب صينيه. والصينيه على حسب الحجم اللي انت عايزاه او حسب الكميه اللي عندك. بغلي حاليا ميه في الكتل. انا مش هشغل الفرن. انا يا دوب هحطهم لمده ليله كامله. يعني انا الوقت اللي كنت بجهز فيه الكوبايات كانت الساعه 12، فتحت عليهم الصبح الساعه 7 وانا بمشي اولادي في المدرسه. يعني قعدوا 7 ساعات بالظبط. وخدي ساعه كمان في التلاجة علشان تطلعيه طعمه حلو وساقع كده زي بتاع المحلات. فيا دوب 8 ساعات بالتلاجة. تمام. الكمية اللي معايا خدت 8 أكواب من بتاعة الزبادي دي، وخدت الطبق الطاجن الفخار ده. هجيب بقى صينية أصغر من الصينية اللي معايا دي، علشان أنا عايزة الأكواب نصها يبقى مية. عايزة المية المغلية دي توصل لنص الكوب بتاع الزبادي أو نص الكوب بتاع اللبن. فهجيب صينية أصغر من كده، لأن الصينية دي كبيرة فالمية بتفرد فيها فمش واصلة لنص الكوب. هجيب صينية أصغر عشان المية توصل لنص الكوب. كده غيرت الصينيه والميه واصله هي اللي نص الكوبايه بالظبط ونص الفخار كمان. بس كده هغطيها بفوطين، وهغطيها بغطا ستانلس من بتاع الصينيه ده، اي غطا حل عندك كبير. وكمان هحطها في الفرن ولا مسخناه ولا عامله فيه اي حاجه خالص. حطيتها على الشبكه عادي خالص وغطيتها لتاني يوم. فتحتها يعني حطيتها 12 بالليل، فتحتها الساعه 7 الصبح وانا بودي اولادي المدرسه. كان
متماسكه وكانت حلوه جدا. بقلب الكوبايه يمين وشمال وبفضيها وبقلبها، وبرضو النتيجه واضحه جدا وشايفين. والله بدون مجامله ولا بدون كلام كتير، احلى زبادي بيتي ممكن تعمليه في البيت، ومتماسك جدا وطعمه جميل وارخص كتير من بره. علبه الزبادي دلوقتي مطلعه يعني واصله ل4 جنيه. انت هتجيبي علبه واحده وهتجيبي كيلو من اللبن، هتعملي 9 اكواب او 8 اكواب زي ما انا عملت كده حسب حجم الكوبايه اللي انت هتعمليها. طعمه حلو، هيقعد معاكي في رمضان لمده مثلا يومين، وكل يومين تعملي كده. هتاخدي ايه بقى؟ مش هتشتري علبه زبادي تاني من بره عشان تعملي زبادي جديد، هتاخدي اخر كوبايه عندك. انا كل ده قلبه كوبايه وانا عشان اوريكم ان هو متماسك وما بينزلش. هتاخدي اخر كوبايه تبقى عندك من الزبادي تحطيها على كيلو اللبن الجديد اللي انت هتعمليه. ما تشتريش بقى زبادي من بره. اول ما الزبادي بتاعك يخلص سيبي كوبايه كده في الاخر عشان تعملي بقى الزبادي الجديد. طعمه والله احلى واجمل زبادي، يعني احلى من بتاع المحلات بكتير ومن الجاهز كمان، ومن المحلات اللي هو الزبادي البلدي. هتعمليه في البيت بكل سهوله، وهتبقي ضامنه الدسامه بتاعته، وهتبقي ضامنه القوام بتاعه وطعمه حاجه نظيفه ولا مبستره ولا فيها مواد حافظه ولا اي حاجه. الماده الحافظه بتاعتي كانت معلقه السكر الصغيره، ومش هتحسي بطعمها. في الفخار كمان كان متماسك جدا، مع ان الفخار سمكه اكتر من الكوبايات الازاز. بس خلي الميه المغليه توصل لنص الطاجن او نص الكوب، هيطلع معاكي حلو جدا جدا. لو لسه واصله معايا لحد الان في الفيديو، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك لو لسه مشتركتيش في قناتي، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اكتبوا لي في التعليقات عايزين وصفات ايه تاني كتير، يا رب ارجع لكم زي الاول بكل يوم فيديو. دمتم بالف خير وربنا يديمكم نعمه في حياتي، ومع السلامه.